طائله من الضغوطات، انت تمثل اول مره نادي وثانيا انا تمثل بلد. فانت اذا ما عندك القدره على استحمال الضغوطات وقاعد بالبيت شوف لك غير شغله. هاي بصريح العباره، انه انت تمثل نواه جيده للمنتخب الوطني، فانت تكون لازم قدوه تمثل به هذه الشريحه، هواي ناس تحبك وهاي الناس تقتدي بك، فانت بهالتصرف انت راح تنطي يعني ماذونيه لكل الشباب تصرف هالتصرف المو حلو. فانت اذا ما تستحمل الضغوطات اي كان، انت تلعب نادي جماهيري، تلعب من اجل المنافسه، اذا ما تستحمل الضغوطات اقعد بالبيت في سبيل لا تاثر على نفسك ولا على فريقك ولا على الذوق العام هو الجماهير على المدرج. هذا الحقيقيه، لا نجامل ولا نجمل المساله. هي الضغوطات جزء من اللعبه، فانت لا يجب ان تتعامل وياها بسلوك نبيل، مو انت في الفوز انت تصبح فتى نبيل وفي الخساره تصبح فتى مشاكس. أنا مع رافضها جملة وتفصيل، هاي رسالة كلهم، أنا مو بس أوجه لإبراهيم بايش، بقدر أنه يجب أن تكون هناك روح المنافسة، تخسر وتنضرب ويصيح عليك الجمهور وجمهور يسمعك كلام مو حلو، هذا جزء من اللعبة وأنت متمرس عليها صاحب تجربة، فلا تكون يعني تتعامل بهكذا يعني مواقف يجب أن تتعامل بكل رحابة الصدر. مثل ما نقول انه لازم تلتهي بالملعب.